أوضح ممثل خريجي التربية الخاصة عبد الله القرني أن الملك سلمان حفظه الله استقبله ومجموعة من الخريجين وقدموا له خطابا يطلبون فيه إنهاء معاناتهم من عدم وجود وظائف لهم. هذا وقد رفض وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تعيينهم بحجة عدم الحاجة لهم، ورد عليهم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بقوله: ابشروا بالخير. يذكر أن أزمة خريجي التربية الخاصة قد تطورت بعدما أكد لهم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى خلال استقبالهم في مكتبه الأحد الماضي أنه لا نية لدى الوزارة لاستيعابهم، بل طالبهم بالتوجه إلى بنوك التسليف والحصول على تمويل وإقامة مدارس ومشاريع خاصة. بإذن الله تعالى يسلط الضوء أكثر على تفاصيل هذا الخبر. معنا الآن على الهاتف الأستاذ عبد الله بن عبد المحسن القرني، وهو أحد الذين تشرفوا وحظوا بمقابلة خادم الحرمين الشريفين الكريمة حفظه الله. حياك الله أستاذ عبد الله. الله يحييك ويطول عمرك، امسي عليكم اخوان محمد وعبد الحكيم بكل خير وعلى الساده المشاهدين، واشكر لكم الاستضافه ودوركم في ايصال الصوت لابد يكون دور مهم، والله يقويكم يعطيكم الف عافيه. هذا واجبنا يا استاذ عبد الله. بدايه الناس تباشرت خيرا وفرحا بمقابلتكم لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. لو تحدثنا عن تفاصيل تلك المقابله، وانتم كخريجين تربيه خاصه كيف استقبلتم تلك البشرى الكريمه؟ أول شيء احنا كنا في يوم الثلاثاء الماضي في الديوان الملكي في جدة، وطلبنا مقابلة خادم الحرمين الشريفين، وواجهونا الديوان الملكي والحرس الملكي الله يعطيهم الف عافية، واجهونا بكل أخوة وبكل رحابة صدر ورحبوا فينا وما قصروا الله يعطيهم الف عافية، ووعدونا بالخير. بعد كده احنا رحنا للرياض، قابلنا وزير التعليم يوم الأحد الماضي، وكانت المقابلة شديدة الصعوبة، يعني خلني أقول لك مقابلة الملك أسهل من مقابلة وزير التعليم بصراحة. سبحان الله. وزير التعليم واجهنا بحلين، يعني الحلين الأول غير منطقي والآخر غير مضمون ومؤقت. بالنسبة للمدارس الأهلية اللي كان يتكلم عنها وزير التعليم، فيها عدة عوائق يعني تقف أمام المعلم في هذه المدرسة. من ضمن العوائق اللي قد تواجهه، أولا كمعلم تربية خاصة لا يوجد الكثير من المدارس، ربما تكون نادرة جدا أن يكون هناك مدرسة تتبنى فكرة وجود برامج التربية الخاصة في المدارس الخاصة. طبعا إذا ما نظرنا أيضا إلى ضعف البرامج في المدارس الحكومية، أيضا القطاع الخاص يعني لابد أن يلتفت لهذه الفئة، يعني لهم دور لابد أن يتفاعلوا مع هذه الفئة. بعد كذا الحل الثاني اللي هو بنك التسليف، أيضا حل غير منطقي، كونك عاطل عن العمل، بنك التسليف أصلا ما يعطيك. والشيء الثاني بنك التسليف يدعم مشاريع متوسطة أو صغيرة. وزير التعليم كان يتحدث عن مدرسة أهلية، أنه أنت كخريج تأخذ قرض من بنك التسليف وتفتح مدرسة أهلية. هذا يعني ما أدري هل وزير التعليم غير مطلع على شروط بنك التسليف أو إحنا فاهمين غلط، يعني واحدة من الثنتين. لكن الوزير يقول انه بيوجه خطاب لبنك التسليف، وهذا الله اعلم وش وضع الخطاب هذا. هل بنك التسليف عنده القدره انه يسلف 8000 او 7000 كاقل حد خريج وخريجه؟ غير منطقي طبعا. خادم الحرمين الشريفين حفظه الله استقبلنا بكل رحابه صدر، استلم خطاب شامل لجميع خريجي وخريجات التربيه الخاصه بجميع المسارات. واجهنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بابتسامة وكلمتين: ابشروا بالخير. احنا صراحة يعني ما اخفيك احنا بحاجة وقفة اخرى، بالاضافة الى الوقفة خلال الايام الماضية اللي واجهناها، واللي ولله الحمد من جميع اطياف المجتمع، من الاعلام، من المواطنين، الرأي العام كله كان معنا ولله الحمد. فاحنا ايضا بحاجة وقفة اخرى بالضبط، يعني وبالذات وبالاخص من اهالي وأسر ذوي الاحتياجات الخاصة. نحتاج وقفتهم معنا. أنتم من يعني ستعمكم الفائدة. أنتم يعني مثلا من يقطع مسافات طويلة بالسفر، بلا شك من يدرس أبنائهم خارج المملكة. جميل. كلكم نحن نحتاجكم أنكم توقفون معنا وتطالبون معنا بتعليم أبنائكم، وبإذن الله هذا إن شاء الله ما سيتم، وإن شاء الله ستنالون مطالبكم بإذن الله تعالى. ابشروا بالخير. كلمة قالها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى إن شاء الله هي كفيلة تماما بحل مشكلتكم بإذن الله تعالى.